السلام عليكم يا صديقي. جاي اكلمك النهارده في العماره، بس للاسف مش العماره الجنائزيه اللي انت مستنيها. هي اهم واخطر من العماره الجنائزيه للناس كتير قوي موحوله في الموضوع ده، الا وهي العماره التي استخدمت في المعيشه. وكلمه المعيشه هنا يا صديقي مش معناها ان هو عاش بس او سكن فيها، لا، هو معناها انه استخدمها في فتره الحياه بتاعته. بس انا عايز افهمك ان بقدم لك معلومات ودلائل عشان تفوق وتفهم وتبقى واعي. مش مقصدي بيها حاجة ولا ليا غرض فيها، غرضي كله هو انك تفهم، تعرف وتفوق، تاخد بالك من كل شيء. كلام النهاردة يا صديقي عن اللي انتوا بتسموه الممرات او السراديب، اما هي اسمها القنوات المياه. شرحت لك قبل كده بدل المرة مليون مرة، قلت لك ان الاشياء اللي انت بتقابلها دي سواء من ممرات زي ما بتسموها او سراديب، لان هي اسمها قنوات مياه، سواء متصله بابيار او فردانيه لوحدها زي ما انت شايفها كده، وبتكون مبنيه من جزء منها من الطوب الاحمر والجزء الاخر من الحجر الجيري، سواء السقفيه بتاعتها حجر جيري والاجناب بتاعتها طوب احمر او العكس صحيح. وتلاقيها دايما مش مكتمله. وقلت لك دايما اللي انتوا بتقولوا عليها العاشق والمعشوق دي ما اسمهاش عاشق ومعشوق، ومفيش حاجه اسمها عاشق ومعشوق، دي متركبه على بعضها مش مبنيه. لما قلت لك بالبلدي كده هتلاقيها احجار ضخمه متغرزه في الطين، مش مبنيه، راكبه كلها فوق بعضها، واللي انت حضرتك بتطلق عليها عاشق ومعشوق، سواء سقفيه او اجناب او بتقول سده او اي شيء كان. مفيش حاجه اسمها عاشق ومعشوق. اللي قدامك ده يا صديقي قنوات المياه. طب اعرفها منين حضرتك؟ تعرفها من طريقه البناء. طيب هل لو هي شرق غرب يبقى دلاله على ان هي دفن؟ لا. طب لو انا جوه السرداب ده ولقيت ميه او ما لقيتش ميه، هل معنى كده انه ما لقيتش ميه ده دفن، وانه لو كان في ميه او خرجت عليا الميه اثناء الشغل يبقى ده شغل ميه؟ للاسف لا. الميه مش شاهد اثري عشان ياكد لك على الشيء انه صح او خطا. هو من شكل العماره اللي قدامك ده، مجرد ما دخلنا السرداب او دخل السرداب وتصور او شاهدته، من طريقه البناء قلنا ده قنوات مياه اللي انتوا بتقولوا عليها سراديب او ممرات، او بيبقى ليها شكل اخر في الجنائزي فاقدر اقول عليها الممرات الجنائزيه. انا عارف ان في ناس كتير قوي بتقابلها الاشياء دي، وناس تانية بتوهمها لقله معرفتها او بقصد او بدون قصد انه يقول له ان دي سراديب دفن، ومن خلالها يبدأ يشتغل عليها ويوهم نفسه انه عنده مقبرة ويبدأ يتصرف ويصرف ويبيع او يعمل اي حاجة عشان يوصل، وفي النهاية يقول لك اصل انا ما وصلتش او مش عارف اوصل او تايه. احب اقول لحضرتك اصلا ما فيش دفن عشان تتوه او ما تعرفش توصل. عايزك تفوق وتفهم ان كل حاجة ليها شكل بيدل عليها. انا احمد سفاري، ودي صفحة زي الاشارات ما بتقول. والسلام عليكم.